يا صباح الخير، كيف حالكم؟ كويسين ان شاء الله؟ شو اخباركم؟ وحشتوني. امس غبت عليكم. امس كان يوم اجازتي، طبعا قعدت لين الساعة 4 الفجر وانا ارتب جوالي. يا جماعة يا جماعة اشتاق يجي 5000 صورة و4000 فيديو. تخيلوا يعني انا حرفيا لو اخذ اجازة شهر يمكن ما اكمل. تعبت. تخيلوا قعدت لين 3 الفجر، ولاني امس شربت كاستين ماتشا فمرة خربت لي نومتي. قعدت في السرير كل ساعة أحاول أنام، تخيلوا لهذه الدرجة. وقمت يعني نمت تقريبا يمكن 5-6 ساعات. فصحيت الحين رغم إنه فيها نوم مليون، بس لأنه عندي موعد اضطريت إني أصحى بدري ولازم أجهز. عندي 20 دقيقة أخذ فيها فيتاميناتي وأشرب عصيري وألبس وأجهز. سوينا الإلين المفاجأة السادسة، يعني خلاص قربنا، باقي لنا 3 مفاجآت ونخلص مفاجآت عيد ميلادها. باقي السابعة والثامن والتاسعة، باقي 3 يا جماعة. بس والله الموضوع طلع مرة متعب، ما توقعت. يعني أنا كنت أدري إنه كذا متعب كسلت، سويت لها هدية واحدة وخلاص. والله تعبت. أول شيء تعبت، أكتر شيء التفكير، إني خلاص إلين سوينا لها ما شاء الله حرفيا كل شيء في الحياة، فخلاص أحس ما في أفكار. هذا أكتر شيء تعبني، إني أجيب أفكار لعيد ميلادها. بعدين التنفيذ كمان طلع مرة متعب، يعني لدرجة إنه كل يوم صرنا نسوي لها هدية. السنة اللي فاتت كان 3 هدايا تقريبا في يوم واحد، لأنها كانت في مول في نفس المكان. هذه السنة لا، كل هدية مختلفة تماما عن الثانية، يعني ما في شيء في مكان واحد، فاضطرينا نسويها كل يوم أو على فضاوتنا يعني هدية. بس إن شاء الله بقيت لها 3 هدايا وخلاص نخلص بإذن الله. هذا الأسبوع عيد ميلادها يوم الخميس تاريخ 25 سبتمبر، اليوم اللي تولد فيه إلين، وأنا حبيت إني أحتفل فيه بيوم ميلادها. السنة اللي فاتت أجلناه تقريبا عشان يصادف إجازة، لأنه كنا مسوين حفلة وعزمت أصحابها من المدرسة وكذا، فما سويته 25 أو سويته 25. لا أتوقع إني سويته 25، أتوقع سويته صادف يمكن الخميس أو شيء، ما أتذكر. بس السنة هذه إن شاء الله حيصادف الخميس، وبإذن الله حسويه يوم الخميس بإذن الله. بس حتكون ما حيكون في أصحابها، ما حتكون في حفلة برا، حتكون حفلة في البيت ملمومة كذا بيننا البين يعني. وبس والله الحين أنا ما عندي وقت، أنا قاعدة أسولف معاكم. باقي 17 دقيقة والتاكسي حيوصل. عصير اليوم غير، كترنا فيه ورقيات لما صار كذا لونه غامق. شمندر، زنجبيل، كركم أهم شيء، وورقيات، كل أنواع الورقيات حطيناها. وهذا عصير كرفس. أنا وياها نشرب في نفس الوقت. قلت أنا ما حتشرب بعد المغسل ثاني مرة خلاص. فينيش. ها؟ حطيت كولاجين حقي وراح احط زيت. show me the cup. Yes. What is قرقر this? قرقر يعني جرجير. اوكي انا حشرب هذول لانه ما عندي وقت اشرب كرفس، بعدين هذا حشربهم مع بعض في نفس الوقت. تعرفوا باقي لي 10 دقايق. والله الوقت قاعد يجري. بسم الله. توني صحيت. ايش هذا؟ قصدي توني صحيت. شوفوا ما كان يشبه الماتشا كذا، حسيته لونه نفس الماتشا بالضبط، يعني حتخيله ماتشا صراحة. بسم الله. من كتر ما اشربه احس خلاص تعودت على طعمه الخايس. والله صار ما يأثر فيني زي اول. How the juice looks so good? Yes, no. The last time you did not drink because of the gurgut? Yes.
It's called جرجير. Jerjer. That جرجر. Because jerjer, madam, in the Philippines is not a good word. really? تقول جرجير بالفلبيني كلمة مو كويسة، عشان كذا أنا أقول قرقر. بسم الله. هذا حلو صراحة، مو زي الكرفس. كرفس مرة طيب. You did that put the wallet? Yeah better. إلين يا جماعة فتح عندهم مقصف، صارت ما ترجع اللانش بوكس فل. فقلت اليوم بما إنه اللانش بوكس حقها صحي وفي كل شيء خضار وفواكه وكذا، قلت ما راح أحط لها فلوس عشان ما تشتري شيء بالمقصف وترجع اللانش بوكس فل. قلت خليها كده تتورط بدون فلوس، لأن هي بمجرد ما تكون عندها محفظة وفلوس في شنطتها تشتري من هناك بسكوت مافن. في عندهم أشياء صحية وفي مو صحية. طبعا الأطفال الشيء يروحوا يميلوا الأشياء الغير صحية أكيد. فقلت خلاص خليها بدون فلوس. وإحنا طبعا علمناها إنه ما يصير تطلب من أحد فلوس، من أصحابه وتقول لهم أعطوني حرجع لكم كذا. قلنا لها لا تطلب من أحد، إذا ما عندك فلوس خلاص لا تشتري ولا شيء، كل الأشياء اللي في اللانش بوكس عندك وبس. والله باقي لي 7 دقايق ويوصل التاكسي. اوكي خلونا نطلع فوق ونلبس. والله مرة ما في وقت. يا ويلي كيف الوقت قاعد يعدي بسرعة. المشكلة عيادة أمس اتفقت معهم الساعة 12، الحين يرسلوا لي يقولوا لي أنت حتجي الساعة 11. طب أنتوا ارسلتوا لي قلتوا لي الساعة 12، كيف أجي 11؟ وشفت الطريق ساعة. تخيل أنا عشان كذا ما أحب أسوي مواعيد يوم الاثنين، لأنه يضل زحمة الطريق، العصر زحمة والصباح زحمة. فأحب دائما أخليها على وسط الأسبوع تكون الزحمة أقل. شوف هذا ينزل. فالاثنين ما أحب أسوي مواعيد، بس مشكلة مضطرة يعني ما عندي وقت أبدا. بكرة ما يمدي أبدا، وبعد كمان ما يمدي. فقلت هذه الفرصة الوحيدة اللي أروح اليوم. أحلى شيء إني ما راح أحط مكياج أبدا، لأني رايحة عيادة حيسووا لي فاكرين خط العلاجية اللي سويناها مع بعض، كانت عبارة عن 6 أشياء. سوينا 3 وبقي 3. سوينا الفيشل العلاجي اللي للحبوب، وسوينا لا إله إلا الله الحمد لله. الله إيش سوينا؟ سوينا نوع من سوينا نوعين من أنواع الليزر. واليوم عندنا الفيشل الجلاس سكين الكوري اللي البشرة الزجاجية، عرفتوا؟ حيكون فيشل. يعني قالت احنا مرة معروفين بهذا الفيشل، والناس لما تجرب الفيشل عندنا ترجع 2 و3، فحنجرب. وكمان عندي ليزر تاني اسمه بيكو ليزر اتوقع، كمان هي كتبت لي عليها. فحيكون يوم ليزر، وهذا ليزر وايش وتنظيف بشرة. متأخرة كالعادة 11 دقيقة، بس هذا اوتفيت اليوم. بس كل شيء أبيض، شنطة بيضة، شوز أبيض. حسيته فايب صيف كذا، بحر ما أدري، حبيت. يلا ليتس جو. لسه بصور سناب واكتشفت إنه قربني أنا لسه. المهم يا جماعة فجأة أفتح الواتساب ألاقي نفسي مضافة في جروب إيش قولوا لي؟ جروب أمهات المدرسة. حسيت نفسي كذا كبيرة وقاعدة أكتب لهم السلام عليكم معاكم أم إيلين. أنا بالعادة ما حد يسمي لي أم إيلين أبدا، فحسيت نفسي كذا كبيرة. قلت والله قاعد جروب أمهات ومدرسة وأم إيلين، شيء كذا شيء مرة غريب علي. المهم توقع وصلنا لا لسه، بس والله الطريق أخذ مننا وقت الساعة 12 الحين، بس إن شاء الله يمدي. هي قالت لي هتجي 11، قلت لها مو احنا اتفقنا 12، قالت لي اوكي، بس ان شاء الله ما يعجلوا لي في الفيشل، لانه المره اللي فاتت حسيتهم عجلوا لي بالفيشل. يعني هم قالوا لي حيكون مدته ساعه، سووا لي تقريبا ابو 40 دقيقه شيء زي كذا، وانا كل شيء للفيشل. معلش الفيشل خذوا وقتكم فيه. فهقول لهم اليوم المره اللي فاتت الفيشل حقكم كان اقل، اليوم عوضوا لي. يلا ما تاخرنا على الموعد، الساعه 12 ودقيقه. سجل يا تاريخ، العادة ما يصير كذا. جيت العيادة ولقيت فيه كيكة، شكلهم محتفلين بأحد من الدكاترة. شوف ايش حاطين لهم، أجهزة الفيشل والليزر والحركات.
ضحك. وصلت الغرفة يا جماعة، غرفة الفيشل. طبعا قابلت شو اسمه المسؤولة، قلت لها هذا كيك انتوا تحتفلوا قاعدين بأحد الدكاترة؟ قالت لي لا نحتفل بالجهاز الجديد. تخيلوا جابوا كيك للجهاز الجديد. قالت لي هذا لسه اليوم وصل فريش. تخيلوا الجهاز هذا. Did you tell me this titanium lift? Yeah, let's do it then also. Okay. But if you do it, you cannot do the Bico later. Ah, really? It's too strong. Okay. I do it. Let's try this. We don't need numbing cream for that? No need. Okay. And there's second time we do the Bico. Yeah, no problem. It's still there. اوكي. فقاعدين يحتفلوا بالجهاز الجديد. جابوا له كيك وحركات. هذا كيم كارداشيان لسه قريب سافرت كوريا وسوت هناك عندهم كذا جلسة، ومن ضمنها هذا التيتانيوم ليفت. فعلى طول جابوه هنا في العيادة. يجيبون العيادات اللي كذا على طول يجيبوا الأشياء ويحاولوا يعني يواكبوا الهبة. اوكي بدينا بأول خطوة. طبعا الحين الساعة 12 و20 دقيقة. أول شيء شوفوا الحبوب اللي هنا هذه إن شاء الله تروح. وهي باقي أثار الحمد لله، يعني راحت الحبوب بس باقي الأثار اللي هي حتى أصعب من الحبوب إنها تروح. فأول شيء قاعد تنظف لي وجهي، حطت لي رغوة والحين حتشيل لي إياها. نظفت لي وجهي، عروني ما قلت لها إني ما حطيت ولا شيء، بس لازم يكون وجه نظيف. حتى إذا في برودكتس مثلا سكين كير أو شيء لازم تأكد إنه الوجه نظيف. شوفوا شكله كيف صار يضحك. طبعا حطت لي المخدر لأنه قالت لي الجهاز شوية مؤلم، وانا اكيد ايش راح اسوي الحين. اخذ صورة الجهاز وارسلها تشات جي بي تي واقول له اعطيني تحليل شامل ومفصل عن هذا الجهاز وايش يسوي، فوائده ومقارنات بين اجهزة ثانية. دائما احب كذا لما مثلا اروح عيادة ويقترحوا لي شيء عندهم، يعني انا مو جاي عشانه بس هم يقولوا لي عندنا جهاز فلاني جربيه، ما احب يعني ما اصدق على طول اي شيء يمدحوا لي، لازم اسال تشات جي بي تي وشوفوا ايش يقول. حتى امس رحنا الصيدلية واشتريت امبولات، ان شاء الله لما ارجع البيت هوريكم اياها. عرفت الشامبو اللي وصلت لي الدكتوره حق تساقط الشعر، تشات جي بي تي قال لي انه عندهم امبولات كمان وقال لي مره كويسه تساقط الشعر. فامس لما رحت الصيدليه لقيتهم بجنب الشامبو موجودين، اخذتهم وجيت بحاسب اللي اشتغل في الصيدليه قاعد يمدح لي امبولات ثانيه ومره كويسه للشعر ومدري ايش. قمت قلت له دقيقه خليني اسال تشات جي بي تي. صورت له اياه قال لي اوكي كويسين بس فيتشي احسن. فدائما كذا يعني ما ادري، ما اصدق الصيدليين، ما اصدق الدكاتره، اصدق تشات جي بي تي اكثر. ما ادري هو صح ولا غلط. المهم طلبت منهم مويه لانه ما فطرت، واحس لما اشرب شاي اخضر على معده فاضيه، او هي مو فاضيه انا شربت عصاير بس احس تسبب لي غثيان احيانا. فطبعا اليوم كمان يوم الاثنين بدايه اسبوع، انا كل يوم اثنين احاول اني اجوع نفسي وما اكل كثير، اعوض عن الخراب اللي صار في الويكند. طبعا هذا الويكند صار خراب، حتى مو من الويكند، من قبل الويكند. فاليوم يعني شفتوني اكلت كذا، شربت العصير قدامكم وما اكلت ولا شيء، وقلت خلاص لما ارجع مره واحده البيت بعدين شو اسمه هذا اكل من الوجبات اللي وصلوا لي اياها. فالحين راح اسوي بحث عن هذا الجهاز واقول لكم الزبده. سألت شات جي بي تي قال لي انه هذا جهاز ازالة الشعر. بعدين دخلت الممرضة قلت لها ترى كلمت شات جي بي تي قال لي هذا الجهاز يزيل الشعر ما له علاقة بالشد. قالت لي لا هذا الشد. قالت لي هذا شات جي بي تي ما يعرف شيء. قالت لي دوري في التيك توك. فرحت دخلت وبالفعل بس ما طلعت لي مقاطع كثير لانه الجهاز لسه جديد. هو انتشر الحين في كوريا، يعني بدأت هبته من كوريا، وفي سنغافورة يمكن 3 عيادات عندهم هذا الجهاز. وهذه قالت لي انه لسه تو واصل جديد فريش، يعني الجهاز ما عليه كذا يعني ريفيوهات كثير لانه الجهاز جديد اسمه تايتانيوم ليفت. قالت لي هذا اللي اتوقع انه كيم كارداشيان خلته يصير هبة، يعني لانه هي راحت كوريا وسوت هناك كذا جلسة فيشل وجلسة ليزر وحركات، وكانت مستخدمة جهاز التيتانيوم ليفت، فصاروا يتنافسوا عليه الحين في كوريا، في حتى هنا جابوه. يعني احس البنجي حكني ما ادري ليش. اوكي يا جماعة وريتني مقاطع طلع بالفعل الهاندل حقهم هم مغيرينها مسوينها للشد، لانه هو جهاز اساسا لإزالة الشعر بس هم يغيروا المسكة حق الجهاز بيصير له خصائص او اشياء ثانية.
فقالت لي هذا الحين هبة في كوريا مرة اسمه تيتانيوم ليفت، فحنجرب. طبعا حطت لي مخدر شكله حيكون مؤلم، فحنشوف إذا طالع لي لغلوغ تاني تغاضوا يعني كمان جزاوة يعني. لك الله. It will not be painful like the sunny. Oh my god. مرة اللي فاتت سوينا sunny. Oh my god, why are you giving this? Yes! No! Properly. If not, the gel will go to your hair. Okay. I'll remove my hair. Let your hair clean today. Yes. Oh god. Next Kyrie. I don't need to wear glasses? So we did, of course. Ah. How are you? طبعا دام اعطتني الكرتين هدول معناته شكله في ألم في الموضوع. الله يستر. Okay. Good? Yes. And the neck, yeah? Okay. And then Can I go with this? هتحط لي الجل الحين. بس معي جهاز ليزر لازم احط له جل عشان يمشي الجهاز بأسرع ويستهدف المكان كويس. So this, how many sessions you need for this device? Monthly. Only one? monthly, yeah? 1 month one. Yeah. Like for 12 months or what? Monthly, no. Just do like facial. Okay. Yeah. يعني أنا just bought استمرارية مختصر يعني. Let's start. How you feel? Nothing. Yeah. Okay. I was scared, man. No, it's Or it would get worse, like sunny. It was sunny at the beginning. It was like nothing there. Oh my God, Jazz is stuck. 1, 2, 3. Okay, line higher. 1, 2, 3. Okay. Good, good. Nothing. Very, very good. I don't feel anything. Wow, Lay that's down. crazy. Ah! I feel. Why? Because I'm repeating like that. I Oh am. my God, لا سكراني. It's crazy, man. It's like Burning, electricity. Yeah. Some areas. Am I showing on the video or no? Because I went left from the pain and Too much far, but okay. far. Can I go like this a little bit? But if they can see you, by the way. They can see me? Yeah. Okay, good. See me the most. Come on. That wasn't that important. What a yeah. Yeah, you are the star today. How you feel? Nothing. You know, this setting is good. The other setting. Is it something between this and that? This will be painful a little bit. This one is good. I don't feel anything. Yeah, they are reduced already. Ah, that's why. Okay, let's start the good part, the better part. What? Another part. Another part of it. So tell us about this device. What it doing like for the skin? For lifting, later you will see. After how many Right days? away. Right. يا جماعة شفت النتيجة طبعا هذا What's the highest setting for this device? Highest? Highest. Very high.
So this is we put the highest. Not yet. Oh, 20. Yeah. 20 have to be like, you know, the anesthesia. You cannot imagine how. Yeah. If just 6, you just be with 5 and 6. 6, yeah. 20 you have to be under anesthesia, you know. You have to sleep. طبعا ورتني نص وجهي صراحة فرق، يعني حسيته كذا انشد. بس هذا الجهاز يعني ما يعطيكم نتيجة يعني بعد شهر تشوفوا نتيجة أحسن، لا هذا فوري خلاص تشوفوا النتيجة انتهى، يعني يعطيكم شد خفيف يعني كذا يرفع لكم الوجه. حطيت لي على 6، تخيلوا أقوى درجة فيه 20، يعني أنا لسه بعيد مؤلم. 6 حسيتها مؤلمة، يعني حتى حسيت كذا إنه قاعد أمسك الكورة هذه كذا بقوة. خلصنا الجهة الأولى. Hands, yeah. Even it got slimmer. Yeah, imagine. لا صح في فرق، هذه كأنها انشدت أكتر فوق ونحفت أكتر، ما أدري. خلصنا التيتانيوم ليفت. طبعا قالت لي البيكو ليزر ما حينفع تسوي لك اليوم، حيكون كثير على البشرة، قالت لي خلينا نأجله مرة ثانية، وتنظيف البشرة كمان قالت لي خلينا نأجله مرة ثانية. فإن شاء الله المرة الجاية أجي أسوي بيكو ليزر وأسوي الكوريان كلاس سكين، رايت؟ يس حنسوي تنظيف بشرة. قالت لي بس تجيلي قبلها ب3 ساعات لأنه أبغى أخذ وقتي كذا أنظف لك البشرة مظبوط وكذا. فقلت لها خلاص أحسن عشان ما نهلك البشرة يعني بعلاجات كثير في يوم واحد. كمية الأجهزة ما شاء الله، كل يوم اخترعوا جهاز جديد. هذا اللي عذبني المرة اللي فاتت. هذا رجعت البيت يا جماعة. شو اسمه، حتغدى الحين، حسخن أكلي، سخنته بالأحرى بس حظبط لي الصحن. وإلين تبى تاكل تركي، ما أعرف إيش وضعها، بس قالت لي مشتهية تركي من أمس، وطلبت لها إياه على أساس المدرسة أعطيها، بس المشكلة إنه تأخر، يعني وصلوا لها إياه الصباح لما هي كانت في المدرسة، وصلوا لنا يعني. فالحين راح أحط لها منه. قريت إنه مصدر كويس للبروتين، بس هو يعتبر من اللحوم المصنعة فمو كويس. دقيقة بس، أنا غسلت يدي بس أغسل مرة ثانية. أوكي. تحبه مع هذا الجبن هذا، بس في واحد مفتوح، حط لها في الصحن، وحط لها تركي 3 حبات، وعندي هنا خيار وجزر حق الشرهم، بس ايش الخيار كذا دبلانة. تعرفوا امس ايش سويت؟ جبت هذول اللوح الخشبية كلها، اخذتهم حطيت عليهم بيكربونات الصوديوم، وحطيت عليهم خل، وكمان حطيت عليهم موية حارة كذا، موية تغلي، كلهم هذول وهذه وهذول اللي ورا، وخليتهم كذا يتنقعوا في المغسلة ابو 10 دقائق، وبعدين نظفتهم. شوية اللون خاف بس انها تعقمت مزبوط. عوشة جت، ولي لسه ما اكلت. هلا والله بعوشة. How are you عوشة? We miss you. Oh, I like your outfit. Yeah. Today. Cherry. She likes. مو بس كذا، أنا كنت لابسة اليوم أبيض كمان، أبيض في أبيض، كنت لابسة تنورة بيضة. She's wearing cherry. Oh yeah, we're matching. I can go and wear cherry now. So عوشة you're in December، صعد ميلادك. No. February, January. No. November. Yeah. Yes. افتكرت you're the end of the November، صح؟ افتكرت إنه أنا وياها نفس البرج القوس. يلا تعالوا، تبي تاكلي؟ تعشيتي؟ تغديتي؟ Yes. أو لولي. Soup and chicken. أوه بالعافية. إلين شفتي؟ سمعتي؟ يلا قومي. لولي عوش جابت لك هدية كيوت. What is that? والله. إيش هذا طيب عوشة؟ بالونز بس فيها شيء. This one's supposed to have. Like squishy. Well, it's supposed to have holes. It's because when you squish it, the Ah. other one comes out. Okay. Oh, nice. وكمان dinosaur or what is it? أنا
ما شفت وجهه، شفت من ورا بس حسيتها It's a ديناصور. kitty, Mama. والله ده كيوت. شو وجهك كيف كيوت. ثانك يو عوشة. هاك عوشة رين. Yeah, I did. يا انتبهوا يا عمر البنات، فديتكم انا. سو كيوت عوشة. You know the most الهدايا اللي تكون مرة حلوة اللي تكون كذا مصنوعة بنفسك باليد سويتيها. هي تكون أحلى شيء. يلا تيجي نسوي لها كمان شيء. I'm making sticky rolls and I'll give her some stickers. Okay. Somebody disturbed me. ها؟ Somebody disturbed me when I was watching a movie. هو اوكي حقطع الخضار. هذا المفروض يكون عشاء مو غدا، بس إلي مصرة تقول بتركي من أمس. بعدين حسوي لهم صحن عرفتوا اللي دائما اسويه، هذا صحن الاشياء الصحيه وغير صحيه. بس ايش، خليني تخلص غداها اول، وانا سخنت اكلي هنا في الميكروويف. هذا دجاج مع خضار مشويه، ودجاج في الاير فراير اسكالوب، بس ايش مو مقلي، مشوي في الاير فراير. مع امس اكلت خيار مخلل وكانت اخر 3 حبات وتضاربنا انا وإيلين عليهم. فعلى طول لما سويت طلبيه التركي وهذه الاشياء طلبت علبه خيار مخلل. من زمان ما اكلت مخلل، مره من زمان، فما ادري اشتهيته كذا اليوم. نم 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 نم. مين يحب الخيار مخلل؟ يما خاصه هذا النوع اسمه امريكان جاردن يعجبني اكثر شيء، لانه الخيار مخلل صح مشكلته شويه سبايسي، بس يجيكم كذا مقرمش، مره مقرمش. بسم الله. المويه حكايه ثانيه، ما اعرف اذا هي صحيه او لا، بس والله انها لذيذه. خلينا ناخذ الصحن كذا. انا صراحه من محبي الخيار المخلل، قولوا لي انتم تحبوا الخيار المخلل ولا لا؟ في انواع اللي يقدموها في المطاعم هذه ما احبها لانها تكون طريه مره، ما يعجبني. انا يعجبني الخيار المخلل يكون مقرمش كذا. في انواع في روسيا كمان كانوا يبيعوها في البازار، جدات يسووها، يعني مو انه كذا جاهزه في البقاله، لا، الجدات يسووها في بيوتهم ويبيعوها بعدين زي الفارمرز ماركت. فكانوا يسووا خيار نوع كذا الاورجانيك العضوي، وما يحطوا له خل كثير، ويكون لسه لونه افتح من كذا، مو اخضر كذا، تعرفوا هذا اللون المخلل، لا، يكون لونه كانه خياره فريش، يعني يكون شيء يا الله. بسم الله. يامي، بس مو مرة مقرمشة، بس مليانة عصير. هلا نوري، هلا والله نوري، هلا والله بنوري. لقيت عندنا في الثلاجة عصير رمان فريش، هذا عبد الرحمن بنفسه سواه او اشتراه ما ادري، فحصب لي ان شاء الله ما يكون خربان، بس والله ما ادري. اكسير الحياة هذا بدون سكر على فكرة. بسم الله. It's good. بس اتوقع اليوم اخر يوم، يعني بكرة اتوقع حيخرب مليون في المية. حسوي لي صحني. من اول شيء عندنا زوكيني، عندنا كوسة، هذه هي نحطها كذا. احب الكوسة، احبها المشوية خاصة لذيذة. هي المقلية ابدا ما صحية لانها تشرب زيت كثير. عندي خيار مقطع، وعندي صوص الرانش او صوص اتوقع انه هذا زبادي مع توم. اوكي، بعدين عندنا الدجاج، بعدين بروكلي، زهرة، اوكي،
بعدين أكيد ما ننسى المخلل. What else؟ إذا كان عندي كيمتشي كان حطيت كيمتشي، بس للأسف ما عندي. كمان عندي هذا الصوص فيه شبت، وأتوقع ما أدري، بس هذا الصوص جاي مع دجاج. هذا الصوص للخيار، وهذا الصوص للدجاج. اوكي، قاعدة افكر في شيء بديل الكيمتشي. كمبوتشا، عندي كمبوتشا بديل الكيمتشي، صح، فيها بروبايوتيك نافع. امس اشتريت كمبوتشا بس هشربها بعدين. الحين حنشرب عصير الرمان. الله، غداء كامل متكامل صحي ولذيذ ومفيد جدا جدا جدا. شوفوا لي الجمال، شوفوا لي الالوان، يا سلام. هذا أكلي، أتغدى الآن. Are you eating guys؟ يلا. إلين وين رايحة؟ يلا. إلين. كنت أبغى تاكل قبل ما تجي عاشة، عارفة الحين ما تاكل. كان زي الإيش وسيلة إنه تبغى عاشة تيجي يلا كلي، فاهمين؟ بس إلين طولت على بال ما نزلت، طالعة نازلة، كل شوي أقول لها يلا إلين تعالي كلي، يلا تعالي كلي. المهم الحمد لله اللي تابعها صارت تنزل فلوجات كل يوم تقريبا، فكل وجبه باكلها الاقي في شيء اتفرجوا من اليوم. نوري قاعد جنبي. يلا ها تعالي كم نوري، انت كم نوري كم. روحي اطلعي فوق. بجرب الكوسه. واو، كوسه لذيذه اهو. حطيت لك هنا. ايت عرافي نوري، لازم تشاركني معايا في الاكل. عندنا شحنات. شو رايكم بالزاويه هذه؟ احس كذا تضحك. المهم حسوي للبنات بعد ما إلين تاكل، حسوي لهم الصينية السناكات وكذا، او حسويها بعدين على المغربية. وكمان عندنا شحنات مرة كثير حنفتحها اليوم مع بعض. عندنا يمكن 4-5 كراتين كبار، وكمان عندنا اكياس. عندنا شحنات صار لها اسبوع تتراكم. طبعا شحنات عيد ميلاد إلين، يعني اشياء حق عيد ميلاد حقها، اشياء البيت. فحنفتح كل شيء اليوم مع بعض. والله عيني بعدين على الترتيب. ايش صار بنات؟ إلين كلي صحنك استناكي يلا. الدجاج ناشف ما عجبني كثير صراحة. اوكي هو صحي كل شيء بس مرة ناشف. بعدين هذا الدجاج اللي يكون زي كذا كريسبي حلاوته ينأكل على طول حار، مو لما يبرد. انا صراحة قاعدة ارجف من جوع، مرة جعانة كل يوم الاثنين. احاول اني امسك نفسي ما اكل، يعني من اول يوم احاول اصوم قد ما اقدر. بس واحنا انا راجعه البيت في التاكسي احس راسي بدا يصدع وجالي غثيان، لاني كمان كنت قاعده على الجوال طول الوقت. فتخيلوا طريق كذا والتاكسي كذا يمشي يوقف يمشي يوقف يمشي يوقف. إلين ما اسمعك تاكلي، اسمعك بس تتكلمي قاعدة. عوشة how about you'll be her mom and you gonna make sure that she finish her lunch. يلا خلصي عوشة. if you're hungry eat with her. عوشة تغدت، انا كنت ابغى تتغدى بعدين تلعب مع عوشة. I know
اللي سويناها هذا الفيديو.